العراقية الجديدة، وهو ما سيكشفه القادم من الساعات والأيام. ومعنا الآن من لندن الكاتب والباحث السياسي العراقي ناجي الغزي. أهلا بك أستاذ ناجي. أهلا بك يا أخي العزيز. أسألك بداية، ما هو مدى مصداقية مضمون الوثائق الصادرة على موقع ويكيليكس؟ لو سمحت ممكن تعيد السؤال؟ ما مدى مصداقية مضمون الوثائق الصادرة على موقع ويكيليكس؟ حقيقة بأن الوثائق التي جاءت على موقع ويكيليكس هي يعني أغلبها أو بعض منها تكون حقيقية وفيها مصداقية، والبعض الآخر وثائق سطحية، لأنها اعتمدت حقيقة على جلب هذه المعلومات من مواقع عراقية، لأنه أغلب المعلومات التي نشرت بهذا الموقع والتي جاءت على هذه الوثائق هي معلومات متداول عليها، والدليل على ذلك بأنها لا تفاجئ وزارة حقوق الإنسان العراقية، واعتبرتها يعني وثائق طبيعية وأخبار طبيعية جدا، ولا تكترث لها كثيرا، وبالتالي هي لا تؤثر التأثير الكبير على الواقع العراقي أولا وعلى حجم هذه المعلومات بالنسبة للمتلقي العراقي، إلا اللهم أهل الضحايا الذين وقعوا في هذه الفترات التاريخية ربما يتأثرون، وهذا من حقهم طبعا، ونحن ندين كل الجرائم التي وقعت في هذه الفترة سواء على يد القوات الأمريكية أو سواء على يد القوات العراقية، وبالتالي هي تصف في مسمى الجرائم أو إبادة جماعية، وهذا غير مقبول لا بالمواثيق الدولية ولا بالمواثيق ولا بالشرائع السماوية. نعم، إذن لا تتوقع أن يكون هناك تأثير على الساحة الداخلية العراقية بسبب هذه الوثائق وما تضمنتها من اتهامات؟ والله حقيقة هو تأثير ربما طفيف جدا. نعم. وتتأثر بعض المناطق التي تضررت من هذه الأحداث، ولكن أنت تعلم بأنه اليوم الساحة السياسية العراقية تعيش حالة انتكاس وحالة حراك سياسي،